التفكير على علامات التوحد، اللي هو الصغير عنده مشكلة في التواصل الاجتماعي، وعنده مشكلة في التواصل اللفظي، communication verbale والانتراكسيون سوسيال، وعنده دي بروبليم كومبورتمونتال، مشاكل سلوكية تتمثل في السلوكيات لي كومبورتمون ريسترين المحدودة، ولي ستيريوتيبي اللي هما الحركات المتكررة النمطية. دونك من الاول بدينا بتعريف التوحد وحكينا شويه فيه، من بعد حكينا على تكنيك متاع لابيا اللي هي تكنيك تساعد على تعديل السلوك متاع الاطفال المتوحدين، ونجموا نلقاوها حتى في التعامل مع اطفال اللي عندهم صعوبات اخرين، حتى كما التاخر الذهني الى اخره. يعني نجموا نلقاو الابليكاسيون متاعها في برشا دومينات اخرين بالنسبه للاطفال اللي عندهم مشاكل. تعتمد اساسا على السلوك وتعديل السلوك، وفما برشا دي تكنيك حكينا عليهم في المداخله نتاعي، كما التعزيز الايجابي، كما التشكيل والتسلسل الى اخره. طرقنا فيهم وعملنا دي زيكزيرسيس، تمارين براتيك باش لي زيدوكاتور والمربين ينجموا يستعملوهم يوميا في معاملتهم مع اطفال التوحد. ينجموا من خلالهم يا اما يعلموهم دي كومبورتمون جدد، معناها سلوكيات جدد، نعزوا السلوكيات الايجابيه ونحاولوا نقصوا من السلوكيات السلبيه كما الاغريسيفيتي وغيرهم من السلوكيات، كما قلنا لي ستيريوتيبي الى اخره. نحكوا على فاتوره العلاج. فاتوره العلاج باهظه جدا، وحنا كجمعيه ابتسام معنا قدرناها تقريبا فما بين 600 و 700 عائله بشكل دوري تتابع، عندها ملف معناها متابعه مع اطباء في الطب النفسي للاطفال، في الطب النفسي معناها خارج تقبلي. قدرناها تقريبا تكون معناها فما قرابه معناها كل شهرين، معناها لانه هو المتابعه ملفات متابعه كل شهرين 3 6 شهور، يعني بشكل يعني تقريبا فما فاتوره العلاج معناها كل شهرين 3 تبلغ معناها 400 مليون واكثر. يعني كي نحكوا على العام نحكوا على معناها على مليار ونص معناها على مستوى عائلات تدفعها. وهني معناها اشكال ما فماش اختصاصات، يعني فماش كون يشخص التوحد يجيب لنا تقرير، ولذلك هني عدد الحالات اللي يسجلوا فيها في الجمعيات قليله ضعيفه، نظرا لان كما تحدثنا ضعف اختصاصات وقله معناها متابعه مع الطبيب وقيام بتقارير طبيه باش نشخصوا معناها ولذلك هنا الجمعيات المراكز تشكو مع مستوى ضعف الوعي، لان مستوى الناس مازال تعرف فكره كبيره على التوحد، مازال مقربات التدخل فماش خدمات قريبه عن قرب معناها، حتى في المستوى الارتفوني والارجو وهذوما الكل في قبل ما عندناش ياسر. احنا عندنا في دوس فما ارجو واحد بركه علاج وظيفي معناها كابيني خاص. الجمعيه كي حابه تندب معناها ارتفوني وارجو ما لقاتش، ما عندناش نقص في الاشخاص. هذه اشكاليه معناها مركز تاع التوحد ما عندناش معناها اخصائي نطق واخصائي علاج وظيفي. عندنا معناها في البريفي عندنا كابيني في قبل فما زود 3. هذه المشكل معناها المنظومه اللي باش تتدخل اللي باش تقوم معناها بالتاهيل وبالمستوى تعديل السلوك، تقويم النطق، واشتغال على مستوى التواصل ومستوى المشاركه الاجتماعيه. هذا مشكله، هذه منظومه خدمات متكامله، المربي مختص للارتفو، الاخصائي النطق، الاخصائي العلاج الوظيفي ويكون معناها تحت اشرافها فما طب نفسي قريب معناها حتى المتابعه تكون قريبه. الادويه هذه باهظه وفتره العلاج غاليه. هني معناها لذلك جبت سهم من هذا النظر باش تطور وباش توصل اكثر اعداد وباش يكون الاولياء عندهم فكره ووعي، وباش المركز يكون اليات تدخل معناها البرامج تدخل الافراديه التربويه نتاعها تكون معناها اكثر نجاعه وتحقق اهدافها. يجب ان يكون بقيه الشركاء المتدخلين مع الجمعيه الطب النفسي للاطفال الارتفوني والارجو يحاول بيعوض النقص والغياب الموجود ولد قبلي، أن يقوم بشراكات معناها مهمة تنجم تعزز معناها الوسائل والآليات والموارد البشرية نتاعها المتابعة والإشراف على هذه العملية. عندنا شراكة مع فاطمة بورقيبة من خلالها اشتغلنا على
معناها رفع كفاءة الفريق ومعناها وتدريبه في مستوى اليات معناها اليات التشخيص، اليات التدخل، برامج الفردية وغيرها. من خلال عملنا برنامج منظومة صحية كبيرة من 2019، عملنا 10 قوافل طبية، 10 عيادات، كل قافلة طبية فيها 4 أطباء، كل قافلة يعدوا فيها ما بين 50 و 70 طفل. فهمتني؟ اشتغلنا على 650 عيادة تقريبا، عندنا 150 عائلة، 150 حالة هي أبناء المركز، يعني عندهم تقارير في الجمعية وعندهم ملفات معناها دي سوفي. طبعا اللي يعدي هنا يولي عنده ملف في طن بورقيبة، هذه الميزة معناها. تقريبا عندنا 150 عائلة، 150 حالة هي أبناء المركز، يعني عندهم تقارير في الجمعية وعندهم ملفات معناها دي سوفي. طبعا اللي يعدي هنا يولي عنده ملف في طن بورقيبة، هذه الميزة معناها. وعندنا حالات اخرى اللي هي تجي من المدارس ومن جمعيات اخرى، واللي هو ولا حتى الاولياء اللي هم من خلال النشطه نتاعنا يعني ينشطوا بالعيادات هذيا ويحبوا معناها يجوا يعالجوا كل شيء. ومن خلال هذا كل نشرنا الوعي اللي خدمنا من خلال انشطه تحت اشراف الاخصائيه النفسيه في المركز زميلتي عبير بوعجاجه، على انشطه في المدارس، في مؤسسات الطفوله، في معناها على مستوى مع وسائل الاعلام، ونحيي وسائل الاعلام الجهويه اللي تشتغل معنا في شغل كبير في مع الجمعيه هنا، على أنشطة دور تكوينية، أنشطة تحسيسية. ومن خلال هذا معناها تطورت منظومة التدخل في الجمعية، أصبح عندنا ملف، عندنا مقاربات تدخل كبيره، معناها تقارير طبيه نتبعوا بها، نبنوا على معناها عندنا برامج تدخل تقارير طبيه كل شيء، بالتنسيق مع مستشفى جامعه طن بورقيبه، بالتنسيق مع الدائره الصحيه بدوز، بالتنسيق مع الدائره الجويه الصحه، مع الكابيني بريفي. معناها ولات عندنا ملفات، ولات عندنا منظومه تدخل حتى هني في المرافقه، في الحيطه الحياتيه، ولات عندنا حميه غذائيه، معناها منظومه غذاء متكامله مع بالشراكه مع الدائره الصحيه بدوز، معناها في المستوى المرافقه الحياتيه في غيره. هذوما الكل ولا عندنا معناها منظومه كامله معناها بالشراكه مع معناها تامين الحوادث المدرسيه، الدائره الصحيه، وحده التثقيف نتاع معناها مختلف شركائنا هني، واصبحت منظومه صحيه معناها منظومه متكامله فيها عده اطراف. ومن خلال هني معناها المستوى وصلنا المستوى ان هو اصبحنا ننسق، وصلنا لمستوى المعلومه تدور معنى الوعي، ومعنى اصلحت معنى مساليب وين معناها في حاله فما حاله توحد، شك في حاله توحد وين يمشي، لشكون يجي يبدا يتصل بينا، بدنا نقوم بالدور بتاع التنسيق، دور الاتصال، دور الاستشاره. عندنا نقوم باستشارات في جمعيه تحت اشراف الاخصائيه النفسيه، زاد ننسقوا ما بيننا وبين الاطباء، ان ناخذوا موعد المحضرين. مجهودنا مع عده شركاء، شركات ادويه وغيرها، يعني يمكنونا من الادويه اللي هي ناقصه ومقطوعه مثلا كذا. هني خلاص القول ان هو المستوى ان هو في غياب الاختصاصات الجمعيه تحاول تخفف فتور على اوليائها والحشد، تحاول تقوم بدورها ان هي تقرب الخدمه، مش باش تعوض الصحه طبعا والاطباء، هذا محال، لكن هي تقوم بديسوفي تقارير طبيه لمنظورها وبعض الحالات الاخرى، باش هي على الاقل يكون عندها منظومه داخل تقارير ما تمكن اوليائها، تخفف عليهم فاتوره العلاج اللي هي باهظه جدا، 300 400 الف باش يمشي مع نصفاقس ومنستير وغيرها شي يعدي، تكون هنا في الجمعيه. ثاني حاجه حني هذا العمل اللي يكون معناها من الاطباء تحت اشراف فريقنا، نتمكنوا حنا نتحصلوا على تقارير، نسقوا مع الدائره الصحيه ومع وزاره الصحه مع طن بورقيبه، نطوروا مقاربات التدخل، وبالشكل هذا المستوى منظومه التدخل نتاعها تطورت، واصبحت ولت المشاكل معناها والحلول، حلول واضحه، سواء هي موجوده او مش موجوده، الحلول واضحه. المطلوب ان يكون عندنا معناها طب نفسي اطفال في قبلي، المطلوب ان احنا نعزوا المستوى، نطوروا ان هو نشجعوا على ان المختصين الارتفونيين والارجو مع اخصائي النطق واخصائي العلاج الوظيفي وغيره، ان هو نشجعوا على مزيد الاختصاصات، مزيد الطلبه يقروا الاختصاصات، على مزيد ان الخريجين في هذا الاختصاص يحلوا دي كابيني في قبلي، نشجعوهم حتى بمشاريع، حتى بتسهيلات، حتى كل شيء. ان هني المراكز المختصه هذه نعزوا معناها مواردها البشريه، ننتدبوا لها مختصين ناقصين. ان هو المستوى منظومه التكفل بالعلاج ومنظومه الدعم الاسري هذه نطوروا فيها اكثر، نخصصوا برنامج خاص بعائلات اطفال التوحد، نحاولوا نمكنوهم مستوى منظومه صحيه ومنظومه دعم اسري ومنظومه اجتماعيه تكون معناها تراعي معناها فاتوره العلاج البعض. برنامج التدخل هذا ظروف، واللي هو التدخل والعلاج والتعهد بالطفل التوحد هو طويل الامد،
ويتدخل فيه معناها الصحه، الجانب الصحي، الجانب العلاجي، الجانب التربوي، وجانب معناها جانب المرافقه، الجانب الاسري، يتدخل الجانب الغذائي. معناها هذا كلام ينجموا زملائي مختصين يعطوكم تفاصيل في الموضوع هذا، اما هي منظومه متكامله. نداء للأولياء، الأولياء اللي عندكم أطفال التوحد افتخروا وعملوا انخراطكم في الجمعية وخرجوا صغاركم للأنشطة وخرجوهم للمجتمع وخليهم يعيشوا حياتهم طبيعية. راكن يعيشوا صغاركم حياتهم طبيعية، يندمجوا وسط المجتمع وما تلقوش معاهم مشاكل في المراهقة ومشاكل في حياتهم اليومية. الولي يلزم يكون مدرك اللي عنده طفل توحد يلزم يندمج وسط المجتمع ويطالب بحقه زاد من المسؤولين، ويلزم يتصل بالجمعيات والأخصائيين.